أكلت أكلت يوم أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. ما زلنا نعيش مع النحو، ما زلنا نعيش مع الملح الإعرابية في الآيات القرآنية، ما زلنا نستخرج آيات القرآن، نستمتع بآيات القرآن، نتلذذ بآيات القرآن، ننظر كيف جاءت مرفوعة، لماذا جاءت منصوبة، لماذا جاءت مجرورة، حتى نتلذذ. ده لسه التلذذ ما جاش، ده احنا لما بس نخلص الكلام ده تعرف ايه اللي يحصل. انت وانت بتقرا الآية هتحس بطعم الآية، بجمال الآية، هتلاقي نفسك انت فاهم الآية، ما انتش محتاج ابدا ان حد يقعد يفهمك الموضوع. ممكن تفهم من اول وهلة ايه الكلام، تقدر تفصص الكلام، تقدر تفصله، تقدر تطلع الفاعل لوحده، المفعول لوحده، تقدر تعرف مين اللي عمل كده، مين اللي ما عملش كده، تعرف دي مجرورة ليه، تعرف دي منصوبة ليه. بعدين تيجي تروح مقابلك حتة كده بقى تروح موقفاك، ايه ده، طب دي جت كده ليه، طب ايه اللي خلاها تيجي كده، طب بالطريقة ديك. وبعدين تعرف أسرار اللغة وتتعمق في أسرار اللغة وتغور في أسرار اللغة، فتجد فيها العجيب والعجيب والكثير والكثير، وتجد في الآيات القرآنية الكثير والكثير من الملح الإعرابية. درس النهاردة هنعرف فيه علامات الإعراب الفرعية. فاكرين لما قلنا إن الإعراب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليه، وقلنا إن الإعراب له 4 ألقاب: الرفع علامة الضمة، فاكرين؟ النصب علامته الفتحة، الجر علامته الكسرة، الجزم علامته السكون. فاكرين كل ده؟ فاكرينه؟ طيب بعد كده بقى دي اسمها علامات أصلية، اللي هي الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. لكن في بقى علامات بتيجي فرعية بدل من الضمة، نيابة عن الفتحة، نيابة عن الكسرة، نيابة عن السكون. ايه دي بقى؟ مع بعض نشوف بقى ايه هي العلامات الفرعية. العلامات الفرعية، لو فاكرين انا قلت ان الضمة امتدادها يعمل واو، الفتحة امتدادها يعمل ألف. قال فعل ماض مبني على الفتح. لو قلت قال اديت حركتين مد طبيعي، عشان تعرفوا ان اللحن في القرآن الكريم ممكن يجي الواحد مش فاهم. في واحد يمد مد مش في وضعه فيقول ايه؟ قال الله. انت كده غلطان. ليه؟ لأن قال الله. ليه؟ لأن لو قلت قال يبقى أنا عملت 2 وقعت في مشكلة، ما ينفعش. يبقى ده لحن، يبقى ده خطأ جوهري، ما ينفعش ان احنا نعدي عليه. يبقى الفتحة لو مديتها حركتين بقت ألف، الكسرة لو مديتها حركتين مثلا قيل. ولذلك في الآيات لما تقرأ ما تقولش قيل يا أرض، لا، قيل يا أرض، بلا يا أرض مش يا أرض، لا، يا أرض. لازم أدي الحرف حقه. لو جه حرف أديله حركتين. طب لو حركة يبقى حركة واحدة، يعني ايه؟ يا أرض، يا حركة واحدة. لكن لو مديتها يا بقت حركتين، كده انتهت العملية وحولتها لألف. يبقى عشان كده أنا عايز أعرف ايه العلامات الفرعية، ايه العلامات الأصلية. عرفت الأصلية بنعرف الفرعية. الفرعية هما 3 حروف وحرف رابع بيتحذف أو بيتثبت: الألف، الواو، الياء. النون تثبت أو تحذف. يبقى العلامات الفرعية للإعراب هي الألف والواو والياء والنون إثباتا وحذفا. يعني ممكن أثبتها وممكن أعمل إيه؟ أحذفها. ركز معايا وخلي بالك معايا وسيبك بقى من السيرات الجانبية عشان تاخد بالك معايا أنا بقول إيه ولا إيه؟ تمام. اللقب الأول الرفع. عرفنا في العلامة الأصلية أن علامة الضمة. علامة الفرعية الألف أو الواو، الألف أو الواو.
أقول مرفوع بالألف ينفع، أقول مرفوع بالواو ينفع، بس مين اللي ينفع أقول له أنت مرفوع بالألف ولا أقول له أنت مرفوع بالواو؟ أقول لك فاكر زمان لما كنا بنقول مع بعض المثنى هو ما دل على اثنين من الذكور أو اثنتين من الإناث بزيادة ألف ونون على المفرد في حالة الرفع، وزيادة ياء ونون على المفرد في حالة النصب والجر. يبقى الألف في حالة الرفع زي إيه مثلا لما يجي في القرآن الكريم لما يقول هذان، فهذان دي مثنى وهنا جت في موضع الرفع فبقت مرفوعة بالإيه؟ بالألف، هذان. طيب يبقى المثنى يرفع بالإيه؟ بالألف. رجلان مثنى يرفع بالإيه؟ بالألف. لو قال لي الرجلان مجتهدان بقول له الرجلان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، مجتهدان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. فهمنا دي؟ يبقى اللقب الأول الرفع له علامتان فرعية، الألف في المثنى، الواو في جمع المذكر السالم. زي إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات. المؤمنون هنا مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. يبقى والإيه؟ والمؤمنون ده اسمه جمع مذكر سالم. والواو تكون علامة على الرفع في الأسماء الخمسة. إيه الأسماء الخمسة؟ في 5 أسماء بتاخد إعراب مختلف تماما وإحنا طبعا عرفناهم اللي هم إيه؟ أب وأخ وحم وفو وذو. خلاص كده ولها شروط درسناها. الأسماء الخمسة بترفع بالواو. ترفع بالإيه؟ بالواو. لما أقول إيه؟ أبوك مجتهد، فأبوك هنا إيه؟ مبتدأ مرفوع بالإيه؟ بالواو. ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى أنا عندي الألف تكون علامة للرفع في المثنى، الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم، الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة. طيب اللقب الثاني من ألقاب الإعراب النصب، والنصب علامته الفتحة. النصب علامته الفتحة في الأصلية. طب العلامة الفرعية بتاعته إيه؟ الياء. العلامة الفرعية الياء. فين؟ في المثنى وفي الجمع. في المثنى تكون ساكنة وفي الجمع تكون مكسورة. زي إيه؟ لما أقول مؤمنين ولما أقول مؤمنين. مؤمنين يبقى دولك 2، مؤمنين يبقى دي جمع مذكر سالم. وكذلك النصب تكون علامته الألف في الأسماء الخمسة. لما أقول رأيت